فاكرين يا ولاد فيلم محمد سعد لما كان جايب ميسرة وعاملة دور نبيلة الحايح، لما كانت يعني فتاة ليل، لكن لما جابوها في المحكمة عشان تشهد كانت لابسة الحجاب وبتقول أجل يا سيدي، ومحمد سعد كان باصص لها من فوق لتحت كده. احنا كنا فاكرين ان الشخصية دي مش موجودة على ارض الواقع، لكن للأسف عثرنا عليها والحمد لله. قبل ما ندخل في الموضوع ده، الترندات اللي نازلة معانا النهاردة ترندات بطعم الحزن المغلي او ربنا. ايه اللي الواحد بقى بيشوفه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ في ايه؟ والله كتير علينا كتير علينا الكلام ده. عاملين ايه الاول؟ والله انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. في رحلة بحث أرمط عن الترندات اللي نازلة جديدة. شفت كام ترند كده خلوني قاعدة باكل في ضوافري. هي ايه الترندات المهببة اللي نازلة دي؟ قبل ما نتكلم عنها، الأول معانا ترند يعني حزين شوية قلب الدنيا لمحبينه، ولكن ما قلبش الدنيا في الوسط الفني. وفاة طبعا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة بعد صراع طويل مع المرض. ربنا يرحمه ويغفر له. النهاردة كانت الجنازة بتاعته من مسجد في الشيخ زايد في أكتوبر، ولكن الملفت لمنظر الجنازة ان تقريبا نجوم الفن كلهم ما حضروش، فيما عدا أشرف زكي. يعني أغلبية الفنانين مش موجودين. طب ايه السبب يا جماعة؟ يعني ده جنازة عبد الرحمن أبو زهرة، وده فنان كبير وليه تاريخه، كان المفروض تبقى حاجة تانية غير اللي احنا شايفينه، ولكن هو ده طبع الوسط الفني. حد بقاله كتير غايب عن الأضواء، ما بيشتغلش، مالوش ولاد في الفن الكلام ده. هو طبعا ابنه موسيقار اسمه أحمد أبو زهرة، ولكن مش مشهور قوي، فيعني خلاص مالوش أضلاع تانية في الفن، يعني مفيش مجاملات الكلام ده كله. فبتلاقوا غياب كبير للفنانين. مفيش غير نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي هو اللي حضر العزاء، وشكرا على كده. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. ده كانت جنازة عبد الرحمن أبو زهرة، ولا تقارن بجنازة طبعا هاني شاكر اللي أخدت كام يوم نازلة ترند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الفنانين حضروا، وكل الناس من كل بلاد العالم جت عشان تشارك في الجنازة، على العكس تماما من عبد الرحمن أبو زهرة، رغم ان هو يعني اسم كبير جدا برضو في عالم الفن. ربنا يرحمه ويغفر له. بالرغم من ان احنا ما تقابلناش وشوفنا بعض، لكن انا حاسس بحبكم الجميل الرائع اللي رفع من روح المعنوية بشكل عالي جدا. ندخل بقى على الترندات اللي هي بطعم الحزن المغلي اللي بقول لكم عليها. اول ترند معانا ظهور اخيرا ليلى احمد زاهر، ومش اي ظهور يا جماعة، لا ده ظهور كده بشكل خاص. ليه؟ لان لولا حامل. عظمة عظمات الستات، فاكرين انتوا المسرحية دي في ريال؟ عظمة عظمات الستات حامل يا ولاد. قالوا لك اصغر مامي في الوسط الفني. طب وايه المشكلة يا جماعة؟ يعني هي يعني جابت الديب من ديله، ما كل الستات بتحمل. قالوا لك لا 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 لا، ده أصغر أم في الوسط الفني، وأحدث عروسة في الوسط الفني، وأجمل أم في الوسط، وكل حاجة. مش عارفة إيه السبب من ده كله، بس ما علينا. السوشيال ميديا كلها مقلوبة من ساعة ما ليلى أحمد زاهر وجوزها هشام جمال، طبعا المنتج الكبير المعروف رغم صغر سنه برضه، قالوا واعلنوا ان هي حامل والدنيا قايمه مش قاعده. اولا والدتها مدام هدى اعلنت وقالت يعني هتبقي اصغر مامي في الدنيا، الايام جريت يا لولا. وطبعا ده شعور اي ام، ده الطبيعي، ولكن برضو تضخيم الحدث على السوشيال ميديا انا مش فاهمه لغايه دلوقتي، بس ما علينا. وبوستات ليلى احمد زاهر اللي كل شويه تقول لك معجزه، في نبض يتحرك جوايا، في قلب صغير ينبض، في حاجات غريبه كده بتتقال انا شخصيا مش فاهماها، مع اني خلفت 3 عيال، بس انا مش فاهمه فين المشكله. برضو ما الستات كلها بتحمل وبتخلف، مش مشكله برضو، ما جراش حاجه. المهم ان يعني ليلى احمد زاهر اعلنت عن موضوع الحمل ده فوق المليون مره لغايه دلوقتي، سواء بالبوستات او بالصور او باي حاجه ايا كانت. بعد ده كله خلصنا؟ والله ابدا ما نخلص. دخلنا من بعد اعلان الحمل لنوع الجنين بقى.
هنا بقى نشوف المرار بقى والحزن المغلي. كل المشاهير يا جماعة بياخدوا زوجاتهم وبيقوموا طالعين على أمريكا على طول كده، ما تفهموش ايه السبب، بس هم اول ما يبقى في حمل يقوموا طالعين على امريكا تقريبا عشان العيل ينزل واخد الجنسية هناك تقريبا كده. ولكن ليلى احمد زاهر وهشام جمال عملوا حاجة تانية خالص، طلعوا على فرنسا، سابوهم من امريكا، قالوا لا احنا مش شبه اي حد، احنا وضعنا مختلف، طلعوا على فرنسا. يا ريتهم سكتوا على كده، لا دول ظهروا في مهرجان كان السينمائي في فرنسا واعلنوا عن نوع الجنين. اعلنوا بايه يا ولاد؟ ما طلعوش كده قالوا ليلى حامل في ولد ولا في بنت، لا ليلى لبست فستان ابيض في بينك، ففيما معناه انها حامل في بنت بس. هي ما عملتش اكتر من كده، واخدت كام صورة هي وجوزها هشام جمال برضو، ولقينا الدنيا مقلوبة على السوشيال ميديا. لولا حامل في بنت، ليلى حامل في بنت، مبروك حامل في بنت. فمش عارفة في ايه يا جماعة، والله كتير علينا اللي بيحصل ده. يعني اللي احنا نعرفه اي راجل يوم ما يحب يضلع مراته بقى يعني ويشهيصها بقى وخلاص بقى، يعني الفرحة مش سايعاه، بيحجز لها قاعة مثلا ويجمع عيلته وعيلتها وكم بالونة زرقاء هنا على كم بالونة بينك هنا ويفرقعوا، واللي تفرقع الاول تبقى نوع الجنين. فيعني ده اللي احنا عارفينه يعني، وكنا بنقول ايه التفاهة دي. ولكن يعني والله مش نفسنا ولا حاجة بس يعني كتير علينا اللي احنا بنشوفه ده، كتير علينا. لكن مش مشكلة يا جماعة، الفرحة حلوة، افرحوا، مش مشكلة، احنا نتشل، مش مهم، عادي. فصفرها فرنسا واعلنوا نوع الجنين من على الريد كاربت، السجادة الحمراء. نوع الجنين طلع بنت الحمد لله، وكلنا فرحنا لك يا لولا، ربنا يتمم حملك على خير. احنا لسه يعني هنشوف بقى الحزن المغلي بعد الولادة ان شاء الله، يعني اذا كان ده كله في اعلان الحمل ونوع الجنين، فما بالكم بقى بالحدث نفسه، فما بالكم بالولادة ان شاء الله. ان شاء الله تبقى حدث عالمي باذن الله، يعني معجزة لن تتكرر ولن تحدث. ندخل بقى في بقية يا جماعة الترندات بتاعت الحزن المغلي الباقية. ظهرت لنا اللي انا كنت بقول لكم في اول الفيديو، نبيلة الحايح، لا سوري مش نبيلة الحايح، شيماء سعيد. شيماء سعيد مين يا ولاد؟ ارملة اسماعيل الليثي. اسماعيل الليثي اللي توفى في الحادثة، ربنا يا رب يرحمه، هو وابنه ضاضة اللي توفى قبليه برضو، اللي وقع من البلكونة. المهم شيماء سعيد اخدت يعني فترة طويلة من الحزن، وظهرت لنا متألقة جميلة، يقال ان هي نفخت وشدت وعملت. ما علينا يا جماعة من الكلام ده، احنا ملناش دعوة بيه، ما هو ده شغلها يعني، خبيرة تجميل هتبقى ايه، فلازم تعمل الكلام ده يعني. المهم ظهرت في مقطع الناس تداولوه بشكل كبير جدا ومستغربين. ظهرت وهي في مركز التجميل بتاعها، وسمعت صوت ضحكة ما عجبتهاش، قعدت تسأل البنات اللي شغالين معاها في مركز التجميل مين اللي بتضحك الضحكة دي. كل واحدة مش انا دي اختي منى. مين يا ولاد اللي بتضحك الضحكة دي؟ مش انا دي اختي منى. كل واحدة تقول لا لا مش انا، لا مش انا، لا مش انا، يا مورا يا كابر يا مش عارفة مين. قعدت تفتش كده وقالت الضحكة دي مش عندي، الضحكة دي تضحكوها في البيت مش هنا، احنا في مركز تجميل محترم مش هنا الضحكة دي. المهم توصلت لمين من البنات اللي كانت بتضحك الضحكة دي، من البنات اللي هم شغالين معاها، وراحت ايه خصمالها 100 جنيه تقريبا شيماء سعيد بتتلكك هو ايه الضحك ده يا مهرة؟ الضحك بتاع البنات اللي قاعدين في بتاعة رقص. انا اول مرة اشوف ان حد يضحك يتخصم له يعني مش فاهمة، يعني هو النظام عندكم ايه ان الواحد يفضل مكشر طول الوقت؟ قالت لك لا الضحكة مايعة، الضحكة مايعة، الضحكة دي ما تبقاش هنا. ده على اساس ان انت قاعدة مثلا في دار تحفيظ قرآن، يعني انا مش فاهمة، يعني حضرتك قاعدة في كوافير زي ما بيقولوا بالبلدي كده، بلاش بيوتي سنتر ومركز تجميل كوافير من الاخر يعني ده انتوا ضحكتكم بتبقى بسم الله ما شاء الله عادي يعني.
طب ولنفرض ان كانت واحده من الزباين هي اللي كانت بتضحك، مش واحده عيني غلبانه شقيانه واقفه على كعوب رجليها عماله تعمل في وش الست دي وتعمل في شعر الست دي، هنقول واحده من الزباين، بلاش واحده عيني من اللي شغالين، كنت هتعملي فيها ايه؟ ايه الصوت الضحكه ده؟ انت ضحكتي معاها برضه؟ لا عظيم انا امال ايه الضحك ده يعني؟ انا اقول لهم لا خلاص. انت هتقول لهم لا خلاص؟ اقول لهم اسكتوا يعني. مين اللي ضحك الضحكه الوحشه دي؟ انت. اقسم بالله ما انا مين الضحك؟ مين؟ رانيا ولا رنا؟ رنا اللي بتضحك الضحكه. ها كنت هتعملي لها حاجب مثلا وتمشيها بالنص التاني كده؟ يعني انا مش فاهمه، يعني ايه العقاب ان واحده بتضحك يعني؟ لا والله العظيم انا شفت الفيديو ده، انا شخصيا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك يعني خصوصا يعني اللي زعلانه قوي من الضحكه لا هي محجبه مثلا ولا هي ولا اي حاجه، يعني ست عاديه، ففين المشكله ان في واحده بتضحك؟ يعني ليه خصم 100 جنيه من اكل عيشها؟ يعني ما يرضيش ربنا. انا شخصيا مش موافقه على الموضوع ده. رانيا ولا رنا؟ رنا اللي بتضحك الضحكه دي؟ ولا مخصوم لك 100 جنيه؟ الضحكه دي في البيت. المهم يا ولاد ندخل على اخر ترند في الحزن المغلي اللي معانا، مش كروان مشاكل بعد الشر علينا، خلاص موضوع كروان ده قتل بحثا، رغم ان هو طالع يدافع ويقول لك لا انا ما ضربتش ابويا، لا انا ما عملتش. سيبكوا بقى من كروان، احنا ندخل في ترند تاني خالص، وترند ده بقى على ارض الواقع لواحده ست مش معروفه. فين يا جماعه الست دي؟ في كومباوند دجله بالمز في 6 اكتوبر. الست دي عملت ايه يا جماعه عشان تطلع ترند؟ نزلت بجلابيه البيت، هي طبعا مش قصدا ان هي تطلع ترند، يعني هي طلعت بالصدفه، ولكن هي بقى كانت بتعمل ايه؟ نازله بجلابيه البيت في الكومباوند، ونازله تحط بطاس للكلاب. في ناس بتحط اكل للكلاب على الارض، دراي فود، فهي راحت ماسكه بتاعه كده رشه بطاس على الاكل عشان خاطر الكلاب ياكلوه ويتكلوا على الله. في ناس بتقول لا ده مش بطاس ده سم، وفي ناس تانية بتقول لا ده جاز، وهي فعلا في الفيديو كانت بتقول الجريمة بتاعتي اهي، الجريمة بتاعتي اهي، جاز على مية، اللي هيحط اكل لاي كلب انا هرش على الاكل جاز، انا مش عايزة حد يحط اكل للكلاب، فيما معناه ان هي مش عايزة الكلاب تنتشر، فيما معناه ان هي مثلا مأذية من الكلاب دي او ولادها بينزلوا حد اتعض، حد كلب جري وراه، الكلام ده كله. فطبعا الكلام ده ما عجبش مين؟ ما عجبش واحده من جيرانها، راحت مصوراها الفيديو المتين ده وقالت لها الدوله سمحلنا ان احنا نحط لهم اكل، ديننا قال لنا ان احنا نحط لهم اكل، انت لازم تتحبسي مش عارف ايه. فضلت تصورها الفيديو طبعا نازل على السوشيال ميديا مكسر الدنيا. ليه؟ في ناس كتير جدا متعاطفه طبعا مع الحيوانات وضد التصرف الهمجي ده، وفي ناس تانية بتقول لا من حقها، الكلاب توحشوا، الكلاب بيجروا ورانا، الكلاب بيعضونا، ما بين كده وما بين كده. والدولة دي دولة قانون، وحطيت لي سم دلوقتي في عربيتي مصوراها فيديو وهي بترش على الكلاب السم يا فندم دلوقتي، وعلى عربيتي يا فندم. بصوا يا حكومة رشت على الدراي ايه عشان تسمم الكلاب. احنا لما بنختلف في اي حاجة بنرجع طبعا للدين، طبعا الدين حرم الكلام ده. ليه؟ لان اذية حيوان اخرس عاجز عن انه يدافع عن نفسه، مفيش اي دين من الاديان بيبيح الكلام ده، فالكلام ده طبعا محرم، فهي عملت شيء محرم دينيا. طيب بالنسبة للقانون، هي الست دي اتقبض عليها لان طبعا في قوانين بتحمي حقوق الحيوان، فطبعا هي كانت بتضر حيوانات يعني لا حول لها ولا قوة، رغم ان انا واحدة مش من محبين الكلاب خالص خالص، ويمكن اشوفهم من شارع امشي من الشارع التاني عادي جدا، ولكن ما اذيهوش، يعني عمري ما فكر اذي حيوان ايا كان هو ايه، كلب قطة ايا كان. وبعدين الكلاب يا جماعة مهمة للتوازن البيئي، لولا وجودها كنا هنشوف بقى الثعالب والتعابين والكلام ده كله. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش شيء هباء، كل حاجة عنده بمقدار، فان هي الكلاب دي موجودة ده للحفاظ على التوازن البيئي طبعا، ولكن ان انت تجرؤي ان انت تضريهم كده بدم بارد، ويعني عشان حيوانات خاصة مش هتقدر تدافع عن نفسها، فده طبعا غير مقبول.
فالست دي بعد ما الفيديو ده اتشير على نطاق واسع جدا تم القبض عليها، ومستنيين بقى نشوف القضية دي هيحصل فيها ايه. دي كانت الترندات اللي نازلة معانا النهاردة. اكتبوا لي يا جماعة رأيكم فيها، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.